السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناة وصفات هنا. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم بإذن الله غادي نوجد لكم السلابية اللي كتكون من السلام المعسلات الرائعين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم. نبداو على بركة الله بمقادير. بالنسبة للمقادير فأنا درت لكم مقادير جد بسيطة البنات اللي بغاو يتعلموا غادي يديروها أول مرة. كما كتشوفوا عندي كوب ديال الماء دافي نعبر نفس الكاس، وعندي كأس ديال الدقيق حتى هو العبار ديال نفس الكاس يعني، وعندي ملون احمر يبقى اختياري، والفانيلا حتى هي كتبقى اختياريه. الا ما بغيتيش ديريها تقدري ديري ما زهر معلقه صغيره. عندي راس معلقه صغيره ديال السنيده، راس معلقه صغيره ديال الملح، وقرصه ديال ملون غذائي، وعندي هنا معلقه صغيره ديال خميره الخبز، غير معلقه صغيره. كما كتشوفوا هذا هو الكاس اللي استخدمت، نتوما ديروا اي كاس بغيتو ولكن يكون نفس العبار. درت هنا كاس ديال الماء دافي، غادي نضيف لها الملحه، ونضيف لها سنيده وملون غذائي حتى هو. واللي ما متوفرش عندها ملون احمر فدير غير زعفران، يعني ملون غذائي فقط. انا هنا كنضيف معلقه صغيره ديال خميره الخبز. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نديرهم في الاول، مع رشه ديال فانيلا. بصراحه كيعطي واحد المذاق زوين بزاف، وانا ما كانش متوفر عندي ما زهر فبدلته فانيلا غير رشه صغيره ماشي بزاف. الا كان عندكم ما زهر فتقدروا ديروا ما زهر، كيبقى واحد المذاق واحد اللي هو زوين بزاف. كما كتشوفوا انا كنخلط الخليط ديالي بالطراب اليدوي مزيان، وكنخليه كيرتاح 5 ديال الدقائق من بعد ما غطيته بلاستيك غذائي. كنخليه يرتاح 5 دقائق كامله. كما كتشوفوا فالخميره انا درت له واحد شويه ديال الماء دافي باش بيسا يتفاعل، راكم عارفين الجو بارد. كما كتشوفوا فالخميره كتفاعل واحد شويه، هي ما كتفاعلش بزاف على ود الجو بارد. وكندير الكوب الاول ديال الدقيق نفس العبار ديال الماء اللي كان فايت لي من قبل، غربلته وغادي نديرو على دفعات كما راكم تشوفوا. وانا كنخلط بالخلاط اليدوي. انا ما بغيتش نسرع لكم لي فيديو باش تصدق لكم الزلابيه وتجيكم رائعه. بصراحه هي كتجي رائعه في المذاق وتا في الشكل ديالها طبيعه الحال. بالنسبه للملون الاحمر فانا ندير فقط راس معلقه صغيره، عاد قل من راس معلقه صغيره. كما كتشوفوا فالخليط ديالي صفر، يعني تقدروا تخليو الزلابيه ديالكم هكا صفرة، او تزيدوا لها ملون، او تقدروا ديروا غير شي ملون يعني على حسب اللون اللي كتبغيوه نتوما. كما راكم تشوفوا فاللون ديالها غادي يبقى يتبدل من هنا كنضيف الدقيق. كما راكم تشوفوا انا كملت الكاس الاول ديال الدقيق وانا مازال كنخلط بالخلاط اليدوي مزيان بهذه الطريقه اللي راكم كتشوفوا فيها. من بعد ما غادي نسالي التخليط مزيان كما راكم تشوفوا غادي نضيف الكاس الثاني. بالنسبه للكاس الثاني كنحيدو منه فقط 2 معالق عامرين، يعني كنديروا كاس ديال العصير ديال الدقيق مع اضافه 2 ديال المعالق فقط. غادي تشوفوا القوام ديالو كي داير، هو كيجي قوام ما بين البغرير وما بين السفنج، يعني كما راكم تشوفوا كيجي القوام ديالو كيتقطع ملي كتهزيه بالخلاط اليدوي، كيبقى العجين كيتقطع، وهذا هو كيعني بلا العجين ديالنا ناجح. فهو كيجي شبه دقيق كما راكم تشوفوا، بحال القوام ديال الكيك، ولكن كما راكم تشوفوا كنهزو كيتهز كيتقطع وكيطيح، يعني قوام فعال. حنا غادي نبقاو نخلطو بالخلاط اليدوي بهذه الطريقه مزيان. كما راكم تشوفوا هذه هي الكميه ديال الدقيق اللي شاط، يعني هزيت منه. عندي هنا كاس قل ربع، يعني هزيت فقط الربع. صافي انا غادي نغطيه بلاستيك غذائي. وعندي هنايا هاد الاناء اللي كيكون عنده الغطاء ديالو، درت فيه الماء يكون دافي شويه ماشي بزاف يعني طايب غير شويه دافي، وكندير عليه الغطاء. هذه في السا كيختمر وفي السا كيوجد. بالنسبه للاختمار فهو على حسب الجو، هو ضروري يختمر 20 دقيقه حتى ل 24 دقيقه على حسب الجو وعلى حسب النوعيه ديال الخماره ديالكم. غادي تشوفوا القوام ديالو من بعد ما يختمر. بحال كنخليوه في مكان دافي وكنخليوه يختمر وكنديروا له الوقت، يعني 20 دقيقه كنكونوا ولا 21 دقيقه كنكونوا حيدنا له الغطاء ونمشيو نوجدوا في هذا الوقت الشرابات اللي غادي نغسلوا بها الزلابيه ديالنا. كما راكم تشوفوا انا غادي ندير لكم شرابات متوسط، كاين الخفيف وكاين الثقيل وكاين المتوسط. بالنسبه للمتوسط كاس سكر، كاس ماء، عصره حامضه، معلقه كبيره ديال العسل، وطبيعه الحال فانيلا. هادو هما المكونات اللي عندي. انا كما قلت لكم غادي ندير لكم شرابات وسط، كاين الخفيف وكاين الثقيل وكاين الوسط. هذا هو الوسط، كوب ماء وكوب سكر. الثقيل كيكون السكر اكثر من الماء،
الخفيف كيكون الماء كتر بالسكر. بالنسبه لي كما راكم تشوفوا كنديروا الماء هو الاول وعاد كنديروا السكر وما كنحركوش على نار متوسطه، ماشي هادئه وماشي مجهده. حتى كيبدا يغلي وكنخليو داك السكر كيذوب بدون تحريك تماما باش نتحصلوا على شربات او قطر رائع وما يتكرملش معانا. كما راكم تشوفوا هو بدا هنا كيغلي، يعني السكر ديالنا داب وهو بدا كيتبدل واحد اللون ديالو غير شويه على نار متوسطه. غنبداو على التحريك كما راكم تشوفوا كنحركوها مزيان، كنخليو واحد 5 دقائق ولا حتى ل10. يعني على من كتختمر لنا حنايا الزلابيه ديالنا كنوجدو القطر. كما راكم تشوفوا عندي حامضه صغيره درتها كامله، اللي متوفر عندها حامضه كبيره فهي دير 2 معالق، وفانيلا كما راكم تشوفوا فقط القليل. فانا درت بها الزلابيه ودرت بها الشربات وباقي فيها نصف الكميه مع التحريك كما راكم كتشوفوا. وكنضيف العسل كتبقى اختياريه فهي كتعطيها واحد المذاق اللي كيكون رائع. وهاد الشربات اللي غنوجد معكم اليوم فهو ما كيتكرملش نهائيا، كيبقى على هكاك ديريه في الثلاجه كيبقى هكاك، يعني كيبقى كما وجدتي كتخليه يطبخ واحد شويه كما راكم كتشوفوا. يعني على ما كتوجد يعني ديك 20 دقيقه انت غتوجدي فيها الكراميل ديالك، كتخليه على هاد الطريقه اللي راكم كتشوفوا فيه وكتخليه يبرد عاد كتوجدي كما راكم تشوفوا. فهو كيجي خفيف يعني معقد ما خفيف بزاف. بالنسبه للعجين ديالي فكما راكم تشوفوا هو اختمر، وانا مخليه عاد في ديك البواطه ديال الماء دافي فغادي نخرجوا منها. كما راكم تشوفوا مع انه الفيديو غادي يجيكم طويل شويه ولكن مفيد باش تشوفوا جميع المراحل ديال تحضير الزلابيه ديال اليوم باش تخرج معكم ناجحه. كما كتشوفوا ما شاء الله عليها كانت مختمره مزيان، يعني غتكون عندنا زلابيه ناجحه 100%. حنا كنبقاو نخلطو مزيان حتى كنحيدو منها داك الاختمار كما راكم تشوفوا كتولي سايحه. بالنسبه للقرعه اللي غتستخدموا اختياريه، تقدروا ديروا غير قرعه عاديه وديروا فيها الخليط وتقبوها. انا كانت عندي هذه يعني غير قرعه عاديه وزدت عاد تقبتها. كما راكم تشوفوا ديروا اي قرعه بغيتو تقبوها عادي. كما راكم تشوفوا عمرت ليها القرعه وهاد القرعه غتخرج لنا كميه كبيره. بالنسبه للزيت فانا عندي هنا الزيت سخونه، ما كثيره ما قليله، هي ما كتبغيش الزيت بزاف والنار في الاول كتكون مجهده. وعاد كتنقصوا ليها باش طيب الزلابيه ديالكم. بالنسبه للطياب ديال الزلابيه فهو كالتالي. بالنسبه للطياب فاحنا كنديروا الزلابيه ديالنا كما راكم تشوفوا هي راه حمراء، كنبقاو نطيبوها بمعلقه او فرشيط كنديرها في الوسط. يعني منين بدينا كتكون قاصحه فهي يعني الزلابيه ديالنا طابت. كما راكم تشوفوا طريقه الخدمه انا هنا ما سرعتش الفيديو كراكم تشوفوا. كنبداو في الوسط كندوروا 4 حلقات وكنخليوها تقلى واحد شويه وكنقلبوها. بالنسبه للخط النهايه كنردوه للوسط كما راكم تشوفوا. دائما تاكدوا من الوسط، ملي كتشوفوها طايبه من الوسط كتحيدوها لحق باش ما تحرقش وتبدل لونها. كما راكم تشوفوا كنبداو بالوسط وكنبقاو ندورو غير شويه شويه وكنسدو في الوسط مره اخرى على هاد كتجي الوسط غليظه. هادشي قلت لكم تاكدوا معلقه. شوفوا كيف راني ندير الوسط الا كان طايب فهي طايبه، حيت ما غاديش تعرفوا هي طايبه حيت حمراء، يعني خصها تجي مقرمشه. وتاكدوا من دوك العمايد كاملين بالله راها طايبه. كما راكم تشوفوا كنستمر بهذه الطريقه. كنبدا بالوسط 4 حلقات يعني 4 ديال الدويرات وكنسد الورده ديالي في الوسط وهكا كنتحصلوا على الزلابيه تكون ناجحه. كما راكم تشوفوا كتجي زوينه بزاف وكنخليوها كطيب في الاول نار مجهده وكنقصوا لها طيبوها على حسب الخفه ديال يدكم. الى اول مره تقدروا طيبوا غير حبه حبه وديروها غير تحيدوها ديروها في الشرابات. كما راكم تشوفوا انا هنا غير كنطيب وكنديرها في الشرابات. كما كتشوفوا كنزلوها بهذه الطريقه بصراحه غير كديروها في الشرابات كيتبدل لونها. كما راكم تشوفوا كيولي واحد اللون زوين بزاف وهي من الداخل كتكون خاويه، يعني كتعمر بداك الشرابات او القطر. كما راكم تشوفوا كتبدلها حتى اللون ديالها. انا هذه الكميه اللي تحصلت عليها درتها تقطر وغادي نستمر في القليان. كما راكم تشوفوا انا ساليت هنايا الكميه ديال الزلابيه كامله. فللامانه انا زدت الكميه اخرى، كنت بغيت ندير بزاف انا وريت لكم كميه قليله. وبالنسبه للشرابات انا كان متوفر عندي الشرابات في الثلاجه ولهذا درت لكم فقط القليل باش تعرفوا الطريقه ديال التحضير
ديال الشرابات. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، او الوصفه اللي حضرتها معكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا فهما كاملين كيجيو لون واحد، شكل واحد اللي هو لون رائع وقرمشه زوينه ورائعه. فهي خرجت لي نصف الكميه وزدت فقط نصف الكميه، يعني ما كثرتش، كنخدمها غير قليله. وكما قلت لكم فهاد الشرابات جمعها ناجح. كنحطوها في صحن التقديم وكنزينوها بالفستق وكنقدموها بالصحه والراحه. كما راكم تشوفوا هي كتكون رائعه وكتحافظ على القرمشه ديالها، فهي يعني ما كترطابش، كتبقى مقرمشه. كما راكم تشوفوا عن قرب انا زدت لكم وحده باش تشوفوا القوام ديالها. غادي نهرس معكم وحده باش تشوفوا كما راكي كتجي من الداخل خاويه ومقرمشه وكتحافظ دائما على القرمشه ديالها، وكيجي فيها واحد البنه اللي كتكون زوينه بزاف بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش بارطاجيوه مع الأصدقاء والعائلة ديالكم، ودائما تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. كنقول مرحبا وألف مرحبا بمشتركين الجدد اللي اشتركوا في القناة ديالي واللي كيخليو ليا تعاليق زوينة. وطبيعة الحال ما تنساونيش بلايك واشتراك، ودائما بالتعاليق الزوينة اللي كتخليو ليا. وهذه هي النهاية ديال الفيديو او الوصفه اللي نحضرها معكم اليوم. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال، وكنتمنى دائما الوصفات اللي كنحضرها معكم تكون نالت الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم. وكانت معكم اليوم وصفه من وصفات ام هنا. شكرا والى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله.